السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا لكل الزملكاوية. بالله عليكم محدش يهاجم كابتن حسن شحاتة. كابتن حسن شحاتة اللي زعلنا فعلا لما طلع اتكلم على شيكابالا وقال لك شتمني وما كانش بيحب يروح التدريبات أو المعسكرات الطويلة والكلام ده كله. يمكن بعض من جمهور نادي الزمالك هيقول لك ما خدمناش بعد ما خلص لعب داخل نادي الزمالك واعتزل والكلام ده كله، لكن هقول لك حاجة. اعتبره من دور والدك لو انت في مقام ابنه او في سن ابنه. اعتبره اخوك الكبير لو انت اصغر منه بشويه، وتاريخه يشفع له، واللي قبل تاريخه سنه. الدنيا مش دايما يا جماعه، ومش مستاهله ان حد يطلع يشتمه وحد يطلع يهاجمه. لا، بلاش بلاش. مش دي عاداتنا ولا تقاليدنا. حد هيقول لي هو انت زعلان عليه كده ليه؟ والله العظيم ولا انا قريبه ولا قريب منه ولا بيني وبينه صله، لكن الاصول هي اللي بتقول كده. خلاص. اهلا بيكم مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لقطكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده، والحمد لله والشكر لله. تدريبات نادي الزمالك النهارده كانت فول اوبشن. الكل شارك في التدريبات باستثناء الغايبين او المصابين، اللي هم زي زياد كمال وزي احمد فتوح وزي محمد عبد الشافي وزي الونش. لكن باستثناء بقى ناصر منسي وباستثناء احمد حمدي، الحمد لله شاركوا ولعبوا في التقسيمه كمان. وفرقه شيكابالا فازت، كان معاها زيزو ومصطفى شلبي، وفرقه تانية كان متواجد عبد الله السعيد وناصر ماهر. فيعني الحماس بسم الله ما شاء الله في التدريبات، حاجه تفرح، حاجه تشرف. ان شاء الله هيمشوا بكره خلاص باذن الله تعالى، او النهارده يعني بقى خلاص هيمشوا بعد التدريبات النهارده يتجهوا للمبيت في الاسماعيليه. عايز اقول لك ان تدريبات نادي الاسماعيلي على قدم وساق. تدريبات نادي الاسماعيلي بقى عندهم حافز رهيب بعد الفوز على السيراميكا. ما تنساش انهم في قاعة جدول، يمكن قريبين منك واحنا مش واخدين بالنا، بس هم شايفين ان هم عندهم ازمات، عاوزين يطلعوا من المطب ده بالفوز على سيراميكا. كمان اداره الاسماعيلي قالت لهم هنديكم مكافآت استثنائيه في حاله الفوز على الزمالك، وده معظم الانديه بتعمله لما تيجي تلعب الزمالك. كمان المدير الفني بتاعهم كابتن ايهاب جلال قال لهم خلصوا انصاف الفرص، اي فرصه تتيح ليك اوعى تضيع. وبرجع واقول خلي بالكم من نادر فراج، نادر فرج الناشئ بتاعهم اللي ما شاء الله يبقى له اسم في الكره المصريه. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار والخبر الذي سيسعد كل جمهور نادي الزمالك، اللي بتيجي من عند ربنا كده، يعني ربنا اللي بييسر الامور. كلنا كنا شايفين، وكابتن احمد سليمان قال لك فاضل شهر ونص واحمد فتوح ينزل التدريبات. شهر ونص يعني مش هيلحق مباراة الاهلي في الكاس. لكن كل التقارير بتشير ان شاء الله ان احمد فتوح من اسبوع ل 10 ايام هيشارك في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. ايه؟ ايوه، من اسبوع ل 10 ايام. يعني انت النهارده بتتكلم ان انت 18/2، لو 10 ايام يا عم يبقى يوم 28. يعني اقصى حاجه يوم 1/3 او يوم 29/8 29/2، لان الشهر ده 29 مش 28. اقصى حاجه يبقى يوم واحد بيشارك، يعني قبل المباراه باسبوع كامل كامل. ويمكن يكونوا اكتر كمان، يعني يمكن يشارك قبل كده كمان. فان شاء الله فتوح يبقى جاهز، ربنا يبعد عنا شر الاصابات، امين يا رب العالمين. ويعدي الفتره دي على خير لغايه ما نلعب ماتش نهائي الكاس، لانه من اهم المباريات في السيزون ده. اهم المباريات نهائي الكاس ده بطوله يا جماعه، ان شاء الله نقدر نكسبها ونحقق فيها الفوز بمشيئه الله تعالى. الخبر التالي معانا بقى، عايز اقول لك عشان نحط النقط على الحروف، والحاجه اللي مزعلانا والله. كريم عبد الحق يا جماعه كتب على صفحته ان نادي الزمالك استغنى عنه. وفي اقاويل تانية بتقول لا، ده هو طلع اعاره للترسانه بنيه البيع او بنيه الشراء بنيه الشراء مننا، الترسانه يشتري مننا بدون الرجوع لينا. طيب، سواء كده او كده مجلس الاداره غلط في موضوع كريم عبد الحق. سيبك بقى من دلوقتي من غلطهم، سيبك خالص. رئيس نادي الترسانه بيتكلم وبيقول ان كريم عبد الحق هيبقى من احسن المواهب في الكره المصريه وهيفيد الكره المصريه مش الترسانه، وان هم حاليا بيجهزوه لغيابه عن المباريات بقاله فتره طويله عشان يبدا من اول المباريات اللي جايه مع نادي الترسانه. الظاهر ان رئيس نادي الترسانه بيسوق له من دلوقتي، وده حقه، دي شطاره. نفسي اسال سؤال، ليه استغنيتوا عن كريم عبد الحق؟ بصوا يا جماعه، سواء تم الاستغناء عنه وقالوا له يلا مع السلامه خد ورقتك اهي، او سواء في بند يتيح للترسانه شراؤه بدون الرجوع لنادي الزمالك، في كلا الحالتين اداره الزمالك غلطانه، وعايزين نعرف السبب ايه. جاي لكم في الكلام.
وعندي كلام مهم في اخر الحلقه خالص بعد الخبر ده. اسلام المأمور، اسلام عادل المأمور، المدير الفني لمواليد 2009، المدير الفني لمواليد 2009 اللي كسبوا الاهلي 5-1. اسلام ابن الكابتن عادل المأمور، من اساطير حراسه المرمى داخل نادي الزمالك، واللي يشهد على الكلام ده الناس اللي عصروا زمن الفن الجميل في كره الفن والهندسه داخل نادي الزمالك. اتكلم قال لك عندنا 8 لاعبين هديه للفريق الاول. خد الكلام اللي جاي، قال لك وعندنا احسن لاعب هيكون من احسن اللاعبين في مصر في نادي الزمالك مواليد 2008. مين يا عم؟ مين؟ قول لنا. احمد صفوت اللي سجل الهاتريك ولا احمد محمود اللي سجل هدفين؟ قال لك لا. امال مين؟ قال لك احمد ابراهيم. احمد ابراهيم اللي صنع 4 اهداف. قال لك اللاعب ده السنه الجايه او بعدها يتصعد فريق اول. مفيش كلام. ولك ان تتخيل ان احمد صفوت اللي سجل هاتريك بيقول لك بيلعب رقم 10، مش مهاجم صريح، لا رقم 10. وبيقول لك بس بيتمركز كويس واداؤه كويس. وقال لك عندنا في وسط الملعب لاعب كويس جدا، وعندنا في الدفاع كمان في لاعب كمان كويس جدا. ما شاء الله. يا ما بعيد وبزيد، حافظوا عليهم مهما كانت الظروف، حافظوا عليهم. طيب، عشان خاطر نادي الزمالك، وعشان كيان نادي الزمالك، وعشان حب نادي الزمالك، بلاش مشاكل، بلاش صراعات. الزمالك اللي في الاخر هو اللي بينهار. فعشان كده بلاش. تقصد على ايه بالكلام ده؟ طبعا كلنا شفنا المستشار مرتضى منصور زي ما قلنا خد خلاص براءة، او المحكمة حكمت خلاص في قضيته مع الاستاذة سامية اللي هي موظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال لك ايقاف الحكم خلاص ووقف تنفيذ الحكم والكلام ده كله بعد ما اتصالح مع الاستاذة سامية. تمام تمام، مبروك مبروك، السلام عليكم وعليكم السلام. فالمستشار مرتضى منصور خرج اتكلم على اداره نادي الزمالك وعملوا كذا وكذا وكلام من هذا القبيل. مش عايز اتكلم في المواضيع دي لان بينهم وبين بعض يقول لك مصانع الحداد. طيب، ايه المطلوب دلوقتي من المستشار مرتضى منصور ومن كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته، اعضاء مجلس ادارته؟ بالله عليكم بلاش صراعات. لو زعقتم مع بعض ودخلتوا بعضكم في مشاكل والزمالك هو اللي هيبقى طرف، يبقى انتم مش بتحبوا الزمالك. ويا جماعه اللي يطلع يتكلم فيكم على التاني يا ريت التاني ما يردش. لان انا واحد من الناس مثلا متخانق معاك انت وطلعت زعقت وهللت وانت نفضت لي، انا مش هزعق تاني بقى خلاص، انا خرجت الشحنه اللي جوايا. لكن انا هزعق وانت تزعق، يبقى انا نزعق وانت تزعق وهنفضل على كده، والمضرور بينا اللي في وسطنا اللي هو الزمالك. ما ينفعش. اللي مش هيعمل كده يبقى ما بيحبش الزمالك. يعني لما خرج المستشار مرتضى منصور وقال لك امام عاشور انا بعته ب 90 مليون عشان خاطر كان فاضل له 6 شهور، فخرج دلوقتي استاذ عمرو الادهم راح قايل العقد اهوت، لا ده كان لسه على 2024 ينتهي عقده، يعني كان فاضل له سنه ونص قبل ما يتباع. طب اجيبها لك على بلاطه بقى عشان انهي. الزمالك باع امام عاشور عشان خاطر حاجتين. هو كان بص، هو مثل جامد انه عاوز يحترف، وهو كان عاوز يحترف، وانا بقول لك عايز يحترف. ثانيا، اداره نادي الزمالك وافقت برئاسه المستشار مرتضى منصور عشان خاطر الفلوس، عشان خاطر سداد مديونيات وحاجات تانية كتير. انتهت القصه وانتهت الحكايه وانتهت الروايه. نفسي يبقوا ايد واحده، ولو ما بقوش ايد واحده يتقوا شر بعض عشان خاطر الزمالك. خلاص، احنا دلوقتي شفنا اللي المستشار عمله للزمالك واللي كان مزعلنا واللي كان مفرحنا، وكذلك المجلس الجديد حاجات مزعلانا وحاجات مفرحانا. يعني انا هسال المجلس الجديد، بما ان المستشار غلطان في حاجات كتير في نظركم، ماشي مفيش مشاكل، انا مش بدافع عن حد والله، انا عاوز الموضوع ينتهي. مادام المستشار غلط في حاجات كتير في وجهه نظركم، ليه بعتوا اسامه فيصل وما تقوليش عشان فاضل في عقده 6 شهور؟ اسامه فيصل كان مستعد للتجديد. اول بند. كريم عبد الحق ليه تم الاستغناء عنه؟ موهبه من مواهب نادي الزمالك، كانوا بيشبهوه ببن شرقي، وادي رئيس الترسانه قال لك نفس الكلام، قال لك هيبقى مستقبل مصر. طب ما المستشار مرتضى منصور في عهده اتباع لاعب نادي زد عمر خضر لنادي زد. طب ده باع وده بيبيع وده ايه؟ طب بس كده؟ طب ما تم الاستغناء عن اكتر من لاعب، احمد زكي وحاتم سكر وعبد الله جمعه بدون اي فلوس. ما اخطا. لو هنتصيد لبعض مش هنخلص. لكن انا ما زلت والله العظيم بسال ليه اسامه فيصل وليه كريم عبد الحق؟
والايام هتثبت وهنعرف، ومصيرنا هنعرف، ومصيرنا الايام احنا مع بعض مكملين، احنا ماشيين على الطريق واحد، فكلنا مع بعض. اسف لو طولت عليكم، بس لو اتكلمت ممكن اتكلم معاك ساعتين، مش عاوز اطول عليك. يبقى يا ريت كله يلتزم الهدوء. المستشار مرتضى منصور في طريقه، من ناحيه ان كان بقى في المحاماه وفي مكاتبه، واداره الزمالك في شغلها، ولا هم يبصوا عليه ولا هو يبص عليهم. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل، عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.